مين فيكم يا شطار يقدر يقول لي ايه اللي بيميز الانسان عن باقي المخلوقات؟ واحد اللي ما فيه واحد رفع صباعه. تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك يلا. 5 سنين ومدرسة الأخلاق الحميدة نتيجتها في الثانوية العامة لم ينجح أحد. درس خصوصي مع وئام وجدي على ميجا اف ام. صباح الفل عليكم، يوم جديد درس جديد على ميجا اف ام زي ما انتم متعودين كل يوم من الحد للخميس من الساعه 10 للساعه 11. دايما لو فتحت الراديو الساعه 10 كده بالظبط على 92.7 اكيد هتسمعوني وئام وجدي، ومعاكم النهارده دكتور محمد حسين خبير العلاقات الاداريه والشخصيه. صح؟ امال اسمها ايه؟ انت لازم تقفل المايك. ايه العلاقات الاداريه؟ امال اسمها ايه؟ التنميه ايه؟ طب يا دكتور حاجه كويسه ان شاء الله. صباح الفل يا وئام، صباح الفل على كل مستمعينا، ويا رب يوم سعيد واسعد من توقعات الكل يا رب. يا رب ان شاء الله. النهارده احنا هنتكلم في مواضيع كتير جدا ومهمه، بس خلينا قبل ما نبدا الموضوع النهارده انا عايز اسال الناس سؤال. تفتكروا في اصلا في مساواه بين الرجل والمراه في المجتمع المصري؟ ده سؤال. والسؤال الثاني انتوا شايفين المساواه دي حاجه ايجابيه ولا لا للست؟ خلاص كويس. نسمع اغنيه بقى ونشوف الناس هتقول ايه ونرجع نتكلم بقى وهنبدا موضوعنا النهارده. السؤال الثالث بقى بعد ما نرجع هنتكلم. طب ما تقولي السؤال ده بالمره. لا خليه بعد الفاصل. بعد الفاصل ماشي. طيب ماشي اوكي. هتحب تسمع منير؟ طبعا. اوكي طبعا. يلا نسمع حاره السقايين. درس خصوصي مع وئام وجدي على ميجا اف ام. احنا وقفنا عند نقطة مهمة جدا وهي المساواة، وان كل واحد في فرق بين يبقى في مساواة بين رجل وست، وفي فرق بين ان كل واحد يعمل دوره وان كل واحد يعمل حقوقه وواجباته. موضوع مهم جدا وعايزين نركز فيه اكتر وفي تفاصيله. بالراحة كده يا دكتور واشرح لنا. طيب احنا اتفقنا ان المساواة زي المواطنة كده، المساواة في الحقوق والواجبات. تمام. انا عليا واجبات لازم اعملها كلها، وليا حقوق هاخدها كلها ان شاء الله. طيب باختلاف ان كل واحد فينا الدور اللي عليه يختلف. بس لازم كل واحد فينا يعمل الدور اللي عليه. كده احنا الاثنين متساويين، احنا الاثنين بنعمل اللي علينا وبناخد اللي لينا. خلي بالك بقى ان في مفهوم جنبه شبهه شويه، او الناس بتهيأ لها انها شبهه، اسمه النديه. ان انا عايز اعمل كل اللي جوزي بيعمله، وعايز اخد كل حقوقه، حقوقه هو مش حقوقي انا. عايز ابقى زيه، عايز يبقى من حقي اعمل اللي هو بيعمله لان انا بشتغل زيه، لان انا بتعب زيه. اول ما يظهر مفهوم النديه بيختفي اولا مفهوم المساواه الصحيحه، وبيظهر عندي بقى مشاكل رهيبه، وبيظهر عندي منافسه داخليه جوه الاسره، وانت ازاي تعملي كده، وانت ازاي تفكري في كده، انا هنا الراجل، انا اللي بقود، ونخش بقى في مفاهيم غلط تودينا لخلافات بشكل غلط وتودينا النتائج ملهاش اي لازمه. ليه؟ لان هما الاثنين فهموا مصطلح المساواه بشكل غلط. طب خليني اقف عند الحته دي واقول لك حاجه يا دكتور. على ارض الواقع دلوقتي الست اللي اتعلمت زي الراجل بالظبط واشتغلت زي الراجل بالظبط ومرتبها زيه بالظبط، اللي بتعمل مجهود اكتر منه بكتير في الشغل، وبترجع في البيت تطبخ وتخلي بالها من البيت وتنظف وتشوف الاطفال ومش عارف ايه، البيبي يرجع يلاقي الاكل معمول وبياكل، يدخل يريح شويه وبعدين يصحى يشرب الشاي والكيك اللطيف ويتفرج شويه على التلفزيون، يا اما ينزل مع اصحابه، يا اما يروح الجيم، يا اما كذا كذا، وهي اللي شايله كل الليله. لما تيجي الست دي تصور في يوم من الايام وتقول له لا، هو انت فاكر نفسك مين؟ انا زيك بالظبط، انا بعمل كل اللي انت بتعمله واكتر، وبجيب فلوس زيك وكمان مجهودي اكتر، وانت لا بتقدر ولا بتساعد. يعني احنا خدنا حاجات من الغرب اللي هي المساواه في التعليم والشغل، لكن في نفس الوقت الراجل ما اتغيرش، الراجل عايز يفضل سيد زي ما هو. يعني ليه مثلا ما خدناش من الغرب ان الراجل يساعد الست في البيت مثلا؟ طيب نرجع يعني بقى تاني للحقوق والواجبات. ماشي، قولي بقى ايه حقوق الراجل وايه حقوق الست؟ طيب هو واجب عليه ان هو يتكفل بكل مصروفات البيت وبمصروفاتها هي الشخصيه. طب يعني فكره ان الست اللي بتشتغل دي تصرف عن نفسها اصلا دي مش موجوده. هنا نرجع بقى لفكره هي عايزه تشتغل من نفسها وهي حابه تعمل ده عشان ترضي حاجه داخليا جواها، هي حره. يبقى هي كده عايزه تلعب دور زياده، ده ما يديهاش الحق انها تاثر في الدور الرئيسي بتاعها. طب واذا كان الراجل هو اللي شارط عليها ان هي تشتغل عشان مصروفات وعشان البيت ولازم انها تدفع؟ بس الاول نحط القاعده دي ونبروزها. طيب ان مسؤوليه الراجل وواجب الراجل انه يتكفل بكل شؤون البيت وبيها هي شخصيا، طبعا في حدود المتاح والمعقول. ماديه وكل حاجه. لو هي دي القاعده وهي خلاص هي مسؤوله منه، طيب هو لازم يعمل ده. طيب لو هي حابه ان هي تشتغل عشان هي تحقق طموحها او عندها هوايه عايزه تحولها لشغل وخلافه، هي حره، بس ده ما يديهاش الحق انها تاثر. وما يديهوش الحق هو كمان انه ياخد فلوسها. طبعا
ولا يدي الحق ان هي فلوسها كلها تروح في البيت بشكل اجباري. طب ولا خالص، فلوسها دي هي هو ملتزم لسه بالتاني للحق والواجب. هو واجب عليه وحق ليها ان هو يصرف على البيت فروم اي تو زد، وعليها شخصيا. يعني ما تجيش مثلا تقول له انا عايز اشتري كذا، فلا لا انت عندك مرتبك، لا انا اسف، لا انا اسف، انت ملزم ان انت تجيب لها اللي هي عايزاه في اطار يعني المعقول، اطار امكانياتك. بالظبط كده. يعني ما يبقاش كل برضه شهرين في سواريه مش عارف بكام وقصص المستفزه الذهب وبتاع والحاجات ده كلام برضه مستفز. يعني الحاجات الاوبشنال، الحاجات اللي هي الاضافيه لو هي عايزه تعملها هي حره، لكن الحاجات الاساسيه المعقوله جدا هو ملزم بيها. طيب افرضي بقى ان الراجل عنده ظروف ما بتخلي ان هو محتاج السبورت، ده مبدئيا مش عيب ولا ينتقص من رجولته، لان رجولتك مش معناها انت معاك كام في جيبك طبعا. والمثل اللي بيقول راجل ما يعيبوش الا جيبه غلط 100% طبعا. ومثل خلى الرجاله لا تهتم بالقيم الاخلاقيه، وخلى الستات تلتفت بس للراجل ده كانه كيس فلوس، وده غلط. الراجل تعيبه حاجات كتيره جدا، اخلاقه تعيبه، سمعته تعيبه، احترامه لنفسه من عدمه يعيبه، كل حاجات تعيبه. طبعا. اذا طب لو هو عنده ظروف ماديا او ضغوط الحياه، او هما الاثنين اتفقوا ان هما هيتعبوا مع بعض علشان يحققوا مستوى رفاهيه اقتصاديه احسن، او يدخلوا لهم مدرسه احسن، او يسكنوا في حته افضل، هنا بقى نتكلم، هنا نرجع للقاعده رقم 1 في الحلقه الاولى اللي قلناها، القواعد وتوزيع الادوار. طيب انت اتفقنا برضو الحلقه اللي فاتت انك هتسيب حاجات وهتاخد حاجات طبعا، ما انت مش هتاخد كل حاجه. فانت موافق انها تشتغل وهي وافقت انها تحط جزء من فلوسها في البيت وتساعد، يبقى انت كمان لازم طالما هي حطت معاك في الدور يبقى هي ليها حق. خلاص ان انت كمان تشارك في دورها، انك انت يا اما تشارك في دورها يا اما تتسامح في التقصير في دورها، طالما ان انت اللي محتاج وطالما ان انت اللي موافق. طيب ده مش قائم، موضوع مختلف بقى، يبقى هي ملتزمه بحقوقها وواجباتها وانت ملتزم بحقوقك وواجباتك. نرجع للقاعده الاساسيه المنطقيه والدينيه كمان بالمناسبه. لكن انت محتاج سبورت مفيش مشكله، بس انت هتاخد سبورت يبقى هتدي سبورت يا بطل. هتاخد فلوس يبقى هتدي وقت، هتاخد فلوس يبقى هتدي جهد، هتاخد فلوس يبقى هتشارك، هتاخد فلوس يبقى هتتناسى او هتطنش على التقصير اللي قد ينتج. والست دكتور لما برضو بتدفع فلوس في البيت، ليه بتحس او ليه بتحسس الراجل ان انا اعلى منك، انا كسر عينك؟ هقول لك ليه، لان هي شايفه ان هي واخدها عشان فلوسه. الناس اللي بتعمل كده يعني هي واخدها عشان فلوسه، فبالتالي تقصيره في فلوسه يبقى هو مش راجل. ما هو راجل يساوي فلوس، ما هو راجل ما يعبوش الا جيبه، فلو ما هوش فلوس يبقى مش راجل. دي كارثه. زيك دي كارثه. هنا نخش في النديه. طب اتجوزت ليه ما دام هي بتجيب فلوس اصلا؟ يعني لو هي شايفه كده هي لازم تتجوز عشان الشكل الاجتماعي او عشان بتحبه. لكن هي هو ممكن تحب واحد وتشوفه برضه قليل، ما اعتقدش ان هيبقى في بينهم احترام، يعني العلاقه دي هتتدمر تماما. يعني بص، الحب موضوع والاحترام والتقدير موضوع تاني خالص. ممكن احب واحد دمه خفيف، احب واحد لانه بيعرف يلبس كويس ويتحرك كويس ويتكلم كويس، لكن لما عاشره او لما قرب منه الاقيه لا غير جدير بالاحترام، ما بيتحملش المسؤوليه، بيتهرب من المسؤوليه، ما بيبذلش جهد كبير في حياته، ملخبط، كذاب، عنده اي سلوك شخصي غير منضبط، ده يقلل على طول من الاحترام. لكن ما يقللش من الحب، افضل بحبه وهي تفضل بتحبه وهو يفضل بيحبها برضه. معقول؟ ممكن جدا، ممكن جدا. ده شيء غريب. طيب ما عليك، المفروض الصحي ان هم يتكاملوا، لكن الحقيقه ان في ناس بتحب بعض، وعشان كده لما بينفصلوا بيبقوا مش قادرين يعيشوا اساسا بيحبوا بعض. دي العلاقات المدمره دي بالظبط، اللي هو انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انك في نفس الوقت وانا معاك انا بدمرك وانت بتدمرني. احنا صحيح. تمام. لكن القاعده الاساسيه ان هو متحمل كل تكاليف البيت، وهي متحمله اداره البيت. انا بتكلم اداره البيت، لان هم هنا الستات بيسموا اسماء غلط، انا مش شغاله في البيت، هو جايبني اطبخ، انا اتعلمت كام سنه عشان اطبخ واكنس وبتاع. لا، ده بيتك، دي مملكتك، انت اللي بتديري البيت مش بتخدمي في البيت. هنا نخش بقى المفاهيم الغلط، ان هي تسمي الحاجه باسم غلط عشان تدي لنفسها مبرر انها ترفضها. فتقول لنا لا انا عايزه حد يشتغل في البيت، انا مش خدام، مش اسمع. هي ممكن تجيب حد يشتغل في البيت وبرضه تبقى هي مديره البيت، يعني هو الموضوع ملوش علاقه بان انا اعمل بايدي او ما اعملش. او ما تجيبش حد يشتغل في البيت وتبقى برضه مديره البيت، هي المسؤوله عن البيت، ده دورها وده مسؤوليتها وده ادارتها. هي عايزه توكلها لحد، هي عايزه تجيب حد يساعدها، ظروفها الصحيه، ظروف وقتها، ده موضوع يخضع للنقاش. لكن القاعده العامه ان البيت مملكه الست، مسؤول عن ادارته. البيت هو مسؤوليه الراجل ماديا ان هو يوفر كل الحياه بالشكل اللي يناسب امكانياته. اذا احتاج ان هو سبورت يبقى هو اللي بيدي سبورت. طب جت منين بقى النديه؟ يعني خلينا نسمع الاغنيه دي وهنرجع تاني، بس عايزين نتكلم بقى جت منين النديه، وليه الست واقفه الوقفه دي اللي انا معاك على نفس البلاطه، وهل فعلا المساواه دي اصلا حاجه هتبقى لو اتحققت في صالح المراه ولا ضدها؟ طيب ضحكنا عليها. صح؟ احنا ضحكنا عليها. هقول لك على حاجه، انا طول عمري عارفه كده. انا عارفاكم نيتكم سيئه اصلا، الرجاله دول صعب قوي.
طيب ماشي، هنتكلم اكتر، واكيد اي حد عايز يكلمنا النهارده يكلمنا على تليفوننا 383536962 والاس ام اس على 19297. كمان صفحتنا على الفيسبوك هي درس خصوصي مع وئام وجدي، واي حد عايز يبعت النهارده ويسال دكتور محمد حسين، هو منورنا لغايه الساعه 11 واكيد هيرد على كل اسئلتكم. تعالوا بقى نسمع لسه ونروق عشان هنرجع بقى ايه نتكلم في التقيل. يلا بينا. ميجا فان 92.7 اختيارك رقم 1. يا دكتور، انا قبل ما اكمل اي حاجه خالص النهارده في موضوعنا، وطبعا موضوعنا النهارده عن المساواه والنديه والفرق بينهم، وهل الست هي اللي كسبانه في الموضوع ده ولا خسرانه بيضحك علينا. عايز اسلم على الناس اللي منورانا النهارده على البيج: احمد حمدي ورامي محمود وعلي السيد وايات رفعت، ايمان مجدي، حسن شمسو، اسلام سعد، اماني، موافي، مش عارفه ايه ده، حاجه الحياه معرفش ايه بالظبط. ايه ده يا دكتور؟ طيب بالمناسبه غالبا دي احب الحياه، بس الحاء بقت ميم يعني غالبا. اميت بالحياه، حاسس ان هما الحاء جنب الميم تحت يعني فوق الميم، فممكن يعني. ماشي اوكي. هلال صلاح كده خلاص. ام لميس، بسمله، احمد خليفه، عمرو كابو، نو نيم، ومحمد احمد حسين، وهاجر جمال، وتيام محمد، وساره، ومياده كمال، وميرو كمال، ورندا محمود، وناس كتير كمان جدا على البيج الناحيه الثانيه برضو. تعالوا نشوف سريعا كده. احمد عبد الله عبد العزيز، رامي، في كمان مين، ميرو كمال، وكمان ام جودي منورانا، شمس ظافر، ومحمود هاني، ومرمر، وامير البحار. يعني طبعا انا من غير ما اقرا كل الكومنتات عشان هنتحر، بس يعني خلينا لسه نتكلم على المساواه دلوقتي بين الراجل والست، واحنا وصلنا لان لو ما فيش اوريدي يعني الطبيعي والمنطقي، خلينا كده نلخص للناس ونقول ان الطبيعي والمنطقي اللي ربنا قال عليه ان الراجل يتكفل بكل مسؤوليات البيت الماديه ومسؤوليات كمان مراته الماديه. خلاص هو شايل الليله فروم اي تو زد في المعقول، في بضمن امكانياته. صحيح. يعني يقول لها انا 1 2 3 هو هتتعاملي في الاطار ده اللي هي وافقت عليه، المفروض اللي هو طبقا للاتفاقيه المسبقه للجواز، قواعد، وهي عارفه دخله كام وعارفه هيعيش ازاي، مش مفاجآت يعني، مش مفاجآت. عايزه انت تشتغلي فده حاجه تخصك، عايزه فلوسك المفترض منها لنفسك، ولكن ظروف الحياه يعني اضطرتك ان انت تساهمي او تشاركي في البيت، فده مش هيكون انتقاص من الراجل، وفي نفس الوقت ده مش ويخلي الراجل برضو كمان يعدي لك تقصيرك، لان ما حدش هيقدر يعمل كل حاجه. صحيح. يا اما ان هو يشارك معاكي في البيت، صحيح، يا اما هو يتطوع بان هو يساهم بسبورت زي ما هي بتسبورت، يا اما يتطوع بان هو يساهم بان هو يطنش. حلوه دي، يطنش عن التقصير بالظبط كده. تمام. حلو قوي. احنا عندنا الاساس ان يكون في اتفاقات مسبقه قبل الجواز، العقود اللي احنا بنعملها اللي هي بالكلام دي، انا هنعمل كذا ونعمل كذا بالاتفاق. رضيتي ما تجيش بعد كده تقولي تعيطي تقولي لا انا مش لاعبه اللعبه دي. صحيح. تمام. طيب عايز اقول لك حاجه ممكن هنا بس نقطه مهمه قوي. في آية مهمة قوي في القرآن بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم. الآية دي لو مشينا بيها بس في حياتنا عموما مع الناس ومع ريليشنز الدنيا هتختلف تاني. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الحكاية مش بس واقفة عند مش واحد زائد واحد يساوي اتنين واحنا اتفق، بس يعني في شوية فضل يعني انك ادي اكتر شوية من اللي انت اتفقت عليه، سامح اكتر شوية من اللي انت كنت متوقع. لو الناس اشتغلت بس على نفسها في انها ما تنساش الفضل بعد ما اتفقنا على كذا كذا كذا، طيب في فضل طب هعمله. طب وليه الرجاله برضو ما تفتكرش الايه اللي هي بتقول كل اللي بتكلم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ طبعا الايه دي مهمه جدا ومحدش بيفكر فيها. طبعا. يعني انت عايز مراتك تبقى لابسه حلو ومتشيكه وترجع تلاقيها حاطه برفيوم وميك اب ومش عارف ايه وقاعده كذا وصوتها مش عارف ايه والعيال ايه، وانت بص عامل ازاي. خد دش يعني ارجوك خد دش بليز في حاجات مهمه جدا في الحياه. طيب خلينا نرجع تاني للمساواه. دلوقتي لو احنا يعني النقطه دي وضحت، لكن دلوقتي السائد في المجتمع البنات كلهم شايفين ان انا ماليش حقوق زي الراجل، ان انا فعلا بتعامل معامله المواطن الدرجه الثانيه، وان انا لو خدت المساواه انا كده هبقى فعلا في يعني سعاده وفي هحقق هدفي في الحياه. خلينا نفرق بين مساواه الرجل والست في المجتمع كشغل وكحقوق انسانيه، وكمساواه بين علاقتهم هما الاثنين في البيت كراجل وست متجوزين. كويس. طيب خليني اقول لك ان احنا بتقولي المجتمع واقع في حته فخ فظيع. المنافسه مين اللي احسن، الراجل ولا الست؟ والاعلام شويه بيساعد في الحكايه دي على سبيل الضحك، بس بيترسخ في دماغ الناس. ساعات بيترسخ في دماغ الناس عن طريق مسلسل كوميدي، المسلسل بس هو واقع جوه الناس. المشكله اصلا جايه من التربيه. ان ولد وبنت في البيت وهم بيتربوا، يعني هي واخوها قبل ما تتجوز قبل ما تشوف خالص شريك حياتها ده، هي حاسه ان هو ليه حقوق اكتر.
هو من حقه يرجع متاخر وهي لا. طب ليه بقى؟ مفيش سبب، اصل هو راجل، اصل هو ولد. طب ايوه يعني طب انت خايف منه ولا خايف عليه؟ ما انت لو خايف منها او خايف منه يبقى ده امر تاني، ان هو يغلط او يعمل حاجه غلط. لو خايف عليه يبقى برضو الاثنين لازم يرجعوا في ميعاد. يعني الساعه 10 الساعه 11 الاثنين ليهم ميعاد بيرجعوا فيه. الساعه 12 الساعه 9 حسب كل بيت والقواعد بتاعته والمنطقه اللي ساكنين فيها ومستويات الامن المتحققه او لا. ده لو انت خايف عليهم. لو انت خايف منهم يبقى انت من الاول بتعامل البنت انها متهمه، وبعدين يبقوا قاعدين الولد والبنت، فالولد مش قادر هاتي لاخوكي مش عارف قومي اعملي لاخوكي كوبايه، قومي اعملي له سندوتش، وهو كمان يتامر عليها. طبعا هو راجل، هو بقى هو اللي بيحصل. دي بدايه حتى لو كان اخوه صغير كارثه. دي بدايه المشكله، ان هو ترسخ جواه ان هو يعمل اللي هو عاوزه ويطلب اللي هو عاوزه باي شكل. وانا ممكن اطلب من اختي ما تخليني جدعه بقى وتعملي لي كذا من فضلك بقى، انا جاي تعبان قوي يعني. في طريقه نطلب بيها، وفي بقى لا اعملي لي، ده انا راجل انا ولد. ولو فتحت بقها يزعق. اخوكي قومي اعملي انجري. طبعا. فهي كمان خارجه من بيتها مقهوره، هي خارجه من بيتها متضايقه، فمش عايزه تروح البيت التاني تبقى نفس الحكايه، فرايحه بقى ايه يعني جاهزه للخناق. لا هي هتبقى حاجه من الاثنين، هي مش شرط على فكره تكون رايحه متحفزه، هي ممكن تكون رايحه كمان مستسلمه، هتلاقيها انها بتضرب وتسكت لان هو ده الطبيعي، بتتهان وتسكت. يا اما متحفزه بقى وبترد. امتى هيحصل انها هتستسلم؟ لو كل المجتمع اللي حواليها كده، الناس اللي في طبقات اجتماعيه بسيطه ورقيقه الحال، الناس دي هو كده، الاخ بيضرب اخته مفيش مشكله، الزوج بيضرب زوجته مفيش مشكله، فهي متعوده على هذا النمط وهذا الشكل الاجتماعي. لكن لو هي بقى متعلمه في مدرسه كذا او بتدرس في الجامعه الفلانيه وحواليها صحباتها بيتمردوا وحواليها الفيسبوك وبتتفرج على افلام اجنبي وبتتفرج وبتسافر بره وبتشوف المجتمعات اللي بره، بتحس ان في مشكله عندها. فانا هخلص من المشكله دي امتى؟ لما اتجوز. فلما اخش بقى في العلاقه انا هحط القواعد بتاعتي، اللي فات ده بقى كوم واللي جاي كوم تاني، اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. فاحنا داخلين على خناقه، مين فينا اللي هيجيب التاني لمسه اكتاف، مين فينا اللي هيحط القواعد بتاعته وهيفرض على التاني سيطرته. هنا مع اول مشكله، مع اول لو سمحتي هاتيلي ما تقوم تجيب لنفسك. طبعا. فدخلنا في ايه؟ دخلنا هنا بقى في نديه، ودخلنا في اساءه استخدام الالفاظ، ودخلنا خلاص خناقه. والاحترام طبعا هيروح في داهيه. خلاص بقى باظت. واتفقنا الحلقه اللي فاتت لو الاحترام راح كله راح. لا احنا لازم هنفكر الناس قبل ما نختم برضو بالاولويات دي في الاخر. لازم نراجع الناس صحيح. لكن هي دي بدايه المشكله. المشكله بدات مع التربيه وكبرت جوه الولد وكبرت جوه البنت لغايه ما وصلت لمرحله ان كل هو بقى مش واخد باله. هو متعود ان هو بيرجع وقت ما هو عايز. يعني مثلا لما نكتشف ان ابننا بيدخن او بنتنا بتدخن، ايه الفرق في رد الفعل الفظيع ده؟ هي مشكله السجاير قضيه اخلاقيه ولا قضيه صحيه ودينيه مثلا قد تكون؟ هي قضيه صحيه. طب انت ليه عامل هيستيريا ان البنت بتدخن؟ عشان الشكل الاجتماعي. فهي حاسه ان هي كائن مختلف محاط بشكل معين، النظره الشرقيه بتحاصرها. وهي اصلا بيعلموها في مدارس مش شرقيه خالص، مدارس فرنساوي او الماني او انجليزي او امريكاني. فهي اصلا شايفه ان الدنيا مش كده خالص. والمجتمعات اللي تقدمت واللي سبقت ما بتفكرش بالشكل الغريب ده. فهي على طول عايزه تروح تقفز الناحيه الثانيه 180 درجه بقى تغيير. فانا اتوقع ان اللي جاي بعد كده عند وخناق ولان دي هتودي دايما لعند، هتودي دايما لمعركه، مش هتودي ابدا لتفاهم. انت خلاص دخلنا بقى في خناقه. طيب انا يعني طبعا برضو ده خلينا نرجع للمجتمع اللي هو اصلا فيه المشكله الاساسيه. وانا كنت بفكر الحقيقه الفتره اللي فاتت اذا كنا في السنين اللي فاتت كان في فرق بين المدارس الخاصه والمدارس الحكومه. كان زمان في مدارس حكومه ومدارس تجريبيه والقليل قوي الخاصه. بعد كده حصل ان بقى في مدارس حكومه وخاصه، وطبعا الاجيال لما بتطلع في بينهم اختلاف. النهارده الجاب كبيره بشكل غير طبيعي. النهارده بقى عندنا حكومه وانترناشونال. الناس دي لما تطلع هيحصل ايه في المجتمع المصري؟ ما هم طلعوا خلاص، ما هم بداوا يطلعوا. ما هو بقى عندنا واحد مصري الماني. ازاي مصري الماني؟ درس في المدرسه الالماني ودخل الجامعه الالمانيه، فتخرج نصه مصري ونصه الماني او اكتر من نصه. ثقافته وحياته وكل حاجه ومصطلحاته وطريقه اعتراضه بيتشجع على النقد. فلما يطلع يتجوز واحد من حته ثانيه خالص، دارس بيشتغل شغلانه كويسه جدا وابن ناس ومن عيله وغني وكل حاجه، بس ثقافته مصريه شرقيه عميقه. تمام. يعني في فكره ان هي بتناقش ليه، هو ما عندوش سؤال ليه ده انا راجل ليه انا كده. هو كده اصلا، هو ده رد. يعني ايه هنعمل كده؟ هو كده في رايه، هو كده ده رد، في رايها ده مش رد خالص. الست بتحس باهانه شديده جدا لما دلوقتي جوزها يطلب منها اي طلب في البيت. طبعا، لان هي مترسخ جواها ثقافه ان احنا نديه وثقافه ان ده. طب هو المفروض الراجل فعلا يعني انا برضو معلش خليني اقول برضو الحق، الرجاله حاسه بسبيريوريتي كده وشيء من العلو الشأني وكده. هم سابقين دايما بخطوتين ثلاثه. ليه الرجاله كلهم حاسه الاحساس؟ طيب خليني اقول لك، هو مش مساله علو شأني، هو مساله ان كل واحد ليه دور.
ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال ان هو عنده قوامه علشان هو بينفق. القوامه مشروطه ولا مش مشروطه؟ مشروطه طبعا. يبقى نقف عند هذه مشروطه النقطه، بانه ينفق، وان هو ربنا فضله بحاجه بما انفقوا وفضل ربنا بعضهم على بعض وبما انفقوا. في تفضيل عند ربنا، خلقنا مفضلين، مش قوامه تشريف، لا تكليف. احنا هنديك الدركسيون عشان تسوق كويس. طب احنا نعرف الفرق وهنعرف اكتر، خليكم معانا بعد ما نسمع الاغنيه. درس خصوصي مع وئام وجدي على ميجا اف ام. دكتور محمد حسين، نعم، اديني اجابه دخلت ليه قوي. ليه الراجل حاسس وشايف وتصرفاته وكلامه كلها ان انا اعلى منك بكتير، انت في حته، انت ورايا، انا برنس الليالي، انت دايما في الدرجه الثانيه، انت مواطنه اصلا مالكيش هذا الحق في التعبير، انا بديلك اللي بجود بيه، انت المفروض اصلا تقدريه، لكن انت ما تطلبنيش، انت ما تحاسبنيش عشان انا في حته اعلى بكتير. لا، الراجل السوي ما بيفكرش كده. الراجل متربي غلط، الراجل اللي عنده مشاكل نفسيه، الراجل اللي عنده عقد بيخش في علاقات عشان يثبت ان هو احسن، طبعا هيفكر كده. لا هو انا الست اللي بتفكر ان شغلها بيديها الباور انها تقول راجل اي حاجه وانت تشتمه. انت فاكر نفسك راجل زيك. هنا بقى مشكله، هنا دي كارثه، دي كده العلاقه اتدمرت. مشكله تربيه، دي مشاكل تربيه. لكن في المطلق، في الطبيعي، في الصح، في اللي المفروض يكون الراجل عنده قوامه، الراجل عنده فعلا خطوه زياده. ايه بقى هي القوامه؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده اكتر. القوامه دي مشروطه بشرطين، اللي هي ايه؟ القوامه اللي ربنا شرطها في القران، اللي هي ربنا سبحانه فضل الراجل بحاجات والزمه بالانفاق. لكن على ارض الواقع القوامه كمان فيها حاجات تانية، فيها ان هو بياخد القرار، فيها ان هو اللي بيتحمل المسؤوليه، فيها ان هو اللي بيحط فيجن العلاقه ورؤيه العلاقه والحياه هتمشي ازاي، فيها ان هو المسؤول عن تدبير كل الاحتياجات مش بس الماديه، المعنويه. هو الراجل لازم يتصرف، مش يتصرف يجيب فلوس، يتصرف يعمل كل حاجه، ويودي ويسهر ويمشور ويبات على السلم، هو ده القوامه. هي تقعد لما حصلت الثوره في مصر، اللجان الشعبيه في الشارع كانت مين، رجاله ولا ستات؟ رجاله طبعا. ليه؟ عشان هو ده الطبيعي. قوامه. الراجل ده يطلع فوق، ما يتعامل كده عادي يعني، واقف تحت ماسك شومه، واقف مستني حد يخش عليه برشاش. قوامه. هو مسؤول يقف في الشارع، يموت في الشارع. كنا بنقول للناس في الشوارع موتوا طبعا، عادي جدا، موتوا دي شهاده حتى. من مات دون من بيته وعرضه شهيد. دي قوامه، يقف في الشارع، يقف في عز التلج، كنا بنقطع الشجر ونولعه عشان نتدفى. هي فوق نايمه او بتطمنا ان في واحد واقف تحت هيموت عشان حد يطلع لها، يعني عشان حد يطلع السلم ده يفكر يسرقها لازم يموت اللي تحت. هي دي القوامه، هي دي الراجل. عشان كده هو ليه خطوه زياده، عشان هو المسؤول يقول لها اعملي وما تعمليش، عشان وقت الشده هو اللي هياخد القرار، يلا نمشي، يلا نقعد. هي قوامه، مش عافيه، مش بلطجه، مش ان هو عنده خطوه زياده. المشكله بقى انه الانفتاح على الغرب، احنا مشكلتنا ان احنا زي ما قلت لك، احنا مش واخدين ايدنتيتي هويه كده على بعضها ومتقبلينها وعايشين بيها، احنا بقينا مشوهين الهويه. عايزين ناخد من الغرب حاجات وعايزين ناخد من الشرق حاجات، ما ينفعش. اختار نموذج وامشي عليه، يا تختار نموذج شرقي او ديني، او يا تختار نموذج غربي منفتح ويعمل بقى. احنا لا حصلنا ده ولا حصلنا ده، احنا زي اللي رقصوا على السلم. احنا واخدين نموذج مشوه بقول لك. فاحنا في نفس الوقت هي عايزه جوزها يقف في الشارع وعايزاه يصرف عليها، بس ما يكلمهاش في لبس او ما يكلمهاش في مواعيد، ما ينفعش. ومن الناحيه الثانيه برضو، كم واحده بتروح للدكتور جوزها اصلا مش معاها ومنفض لها، كم واحده شايله مسؤوليه جوزها ما يعرفش حاجه خالص على البيت ولا على العيال، هي بتودي مدارس وبتجيب مدارس وبتطبخ وبتذاكر للعيال بعد الظهر، وهي اللي بتعمل وبتسوي، ما يعرفش حاجه خالص. ولما تتزنق في حاجه تقول له اتصرف، ولا انا مالي، ما اعرفش، مش دعوه، تصرفي انت. الكلمه دي موجوده وعلى فكره هي دي اللي شبه القاعده، يعني اللي انت بتقوله ده ما ينبغي ان يكون. ما احنا عايزين نحط ما ينبغي ان نكون عشان نروح له. الناس اللي لسه بتاسس علاقات تاسسها على ما ينبغي ان نكون. الناس اللي اسست علاقات بشكل مش مدروس تقعد تتناقش او تستدعي حد يفكر معاها ينظم الحكايه دي، نوزع ادوار تاني علشان ما يبقاش كل واحد فيهم متصور ان هو اللي شايل العلاقه. هو طول ما هو بره في الشارع وبيقابل سخافات من زمايله وسخافات من مديره وبيبذل جهد وعدد ساعات طويله جدا، هو متخيل ان هو اللي شايل البيت ده على ايده، لان هو اللي بيعمل ده كله عشان يجيب ال10 قروش. كويس، ال10 قروش بتصرفوا ازاي بقى ده موضوع تاني، لكن هو بيعمل كل ما يستطيعه وبيتحمل اكتر بكتير جدا من طاقته، وبيقول لنفسه كده الراجل، انا لو لوحدي، لو بطولي على حسب تعبير الرجاله، اسيب الشغل النهارده. انا مستحمل ده كله ليه؟ عشان الناس اللي في رقبتي. مستحمل ده كله ليه؟ بتضرب وما بقولش ليه؟ عشان انا مطلوب مني اوفر 1 و2 و3 و4، مطلوب مني اعمل كذا واعالج والبس واكل واشرب واعمل. هو شايف وجهه نظره هو من الناحيه بتاعته هو ان هو عامل كل حاجه، هي من الناحيه الثانيه شايف ان هي بتاكل وبتشرب الولاد وبتصحيهم وبتعملهم وخلاص. وخلي بالك المشكله ان هو بيقارن بوالدته اللي هي كانت بتعمل ده كله من غير ما عندهاش مشكله خالص. وهي مش واخده بالها من الحكايه دي، فالمقارنه دي بتكبر جواها، كل واحد من جواه شايف ان هو الهيرو، هو البطل.
بس فعلا يكملوا بعض. احنا كل راجل مصري بيقول انا مامتي كانت بتعمل، بيقارن حتى بالاكل، بالنظافه، بالترتيب، بتربيه الاولاد، بالكلام، بالضحك، وبعدين في الاخر يقول لك انا مش عايز اتجوز واحده زي امي برضه. طب ما انت بتتجوز. ما تاني هنقول نماذج مشوهه. هو عايز ياخد كل المميزات في اداره البيت بتاعت مامته، وعايز ياخد كل مميزات اللبس والثقافه والوعي والتفكير والانفتاح بتاعت مراته بتاعت الجيل ده. ما ينفعش. حدد ارجوك انت عايز ايه اما تختار. طيب ما حددتش كويس، اقعد دلوقتي حط اولويات، ايه اللي انت مهم بالنسبه لك قوله بشكل واضح. يعني احنا ممكن دلوقتي في علاقه قائمه وفي ناس متجوزين ومخلفين وعيالهم في مدارس يعملوا ريستارت لعلاقتهم ويبداوا من اول وجديد، يحطوا قواعد فروم يعني زيرو خالص، ويبداوا ان هم فعلا يعملوا اعاده بناء تنجح، ولا ده كلام كتالوج، كلام خيالي؟ ده بيتعمل كل يوم الكلام ده. بيتعمل كل يوم. الناس اللي عايزه تحل بجد بتيجي بتقعد وبتحل وبتتطور وبتتابع وبتناقش وبنقول ده صح وده غلط واعمل كده وما تعملش كده، طب جرب ده المره. طبعا بنعمل ده كل يوم، بس الفكره ان الناس الاثنين يبقوا جايين، ما حدش يوم جاي يشاور على الثاني، ما حدش يوم جاي يعمل بطل قدامك يقول لك انا اللي شايل الدنيا كلها هي مش حاسه، انا مطحونه مع الاولاد. انتوا الاثنين مطحونين، عايزين تصلحوا ولا عايزين تنافسوا مين فيكم بطل اكتر من الثاني، مين فيكم اشطر من الثاني؟ مين اللي انا مش هسقف لحد، انا هقول لك الدنيا تتصلح ازاي. عايز تصلح دي روشته، عايز تشوف حد يسقف لك شوف حد يسقف لك، انت جيت لحد غلط. فده بيحصل كل يوم في التدريب، في الكوتشنج، في الكتب اللي الناس بتقراها بتقدم حلول للناس، بس مش عايز يحل. عشان بص يا فندم، الدنيا دي كلها تتلخص في رايي انا الشخصي في لعبه كده انا بسميها بين اند بلاجر جيم. بين التعب والالم، والبلاجر السعاده. اي اختيار في الدنيا الانسان بيختاره، اي حاجه في الدنيا الانسان بيعملها مرتبطه بان هو هيبذل بين، هيبذل جهد، هيدفع تكلفه الحاجه، وبلاجر هيحصل عليه. اي اختيار، يا اما حبس البين في ان انا اصلح العلاقه بتاعتي عشان اخد البلاجر ان العلاقه اتصلحت واعيش سعيد، يا اما هعمل العكس، لان كل اختيار فيه بين وبلاجر. هاخد البلاجر بتاعي في الشكوى وان انا اعمل فيها الشهيد اللي متبهدل في الدنيا، والبين بتاعي علاقه بايظه. نفس فكره الطالب اللي بيذاكر في المدرسه، عنده بين وعنده بلاجر، ياخد البين بتاعه طول السنه انه يذاكر واخر السنه البلاجر انه ينجح، يا اما ياخد البلاجر طول السنه انه يلعب واخر السنه يسقط، ده البين بتاعه. فكل حاجه بنعملها في حياتنا كلها بين وبلاجر، كل اختيار في بين وفي بلاجر، في تكلفه وفي عائد، في حاجه هتدفعها وحاجه هتلاقيها. الشخص الشاطر هو الشخص اللي يعرف يحط البين بتاعه فين عشان ياخد البلاجر بتاعه منين. طيب انا هقول لك حاجه قبل ما نطلع نسمع الاغنيه دي. انا في حاجه يعني دي يعني انا استنتجتها من علاقات كتير شفتها وحاجات كتير اتبعتت لي، ان البني ادم كل بني ادم ليه سيناريو بيعمله، ليه دور سيناريو مكتوب خلاص. اللي قدامي رمى السيناريو بتاعه وانا جيت وطيت خدته واضطريت العبه، ما تجيش تلومني ان انا لعبت الدور ده، ما تجيش تحاسبني ان انا دلوقتي طلع لي شنبات وبقيت راجل في البيت، عشان انت اصلا انسان غير مسؤول ومهمل وما بتعملش دورك. ما تجيش النهارده انت تقولي اصل جوزي ده مش راجل وانا مش حاسه مش عارف ايه، لان انت اوريدي رايمه مسؤولياته مثلا اللي هي فيما تخصك انت وهو لعبها الدور. مشكلتنا ان احنا كل واحد لازم يرجع للبوكس بتاعه ودوره والسيناريو بتاعه. يعني هتلاقي في ناس بتعمل كده غصب عنها، زي ست مثلا مترمله او متطلقه، هي مضطريه ان هي تبقى راجل وست عشان الاولاد، مضطريه ان هي تبقى ناشفه، مضطريه انها تبقى كذا. لكن الناس اللي ملهاش اعذار وعندها مشكله في الاتيتيود والسلوك اصلا ومش فاهمه حاجات كتير جدا والادوار بتتبدل في العلاقه، اعتقد ان ده اللي بيودي الدنيا في داهيه. طبعا عايزين نتكلم اكتر على يعني طبعا في حصه تانية في حلقه تانية على فكره الموضوع ده. طب احنا الادوار، طيب خلينا نسمع اغنيه كده في السريع بقى وهنرجع نضطر نختم، الساعه خلصت للاسف الشديد. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس دايما الوقت بيجري وما بنلحقش ان احنا نقول كل اللي احنا عايزينه. انا عايز اقول نقطتين سريعا جدا. يلا بينا. عايز اقول انه الحكايه مش منافسه، الحكايه تكامل، مفيش حاجه اسمها نديه، دي مفاهيم غلط. هي لا جبنا حتت منها قصايص من ثقافات من بره، محتاجين ناخد ثقافه واحده كامله نمشي عليها. وانا انصح ان احنا ناخد ثقافه مجتمعنا بما فيها من عيوب ومميزات ونصلح فيها. مفيش اي منافسه، الحكايه زي الطيار، البايلوت والكو بايلوت. الست كو بايلوت رايها محترم، بتبص على حاجات معينه واحنا طايرين، ما ينفعش الراجل يهملها والا ما كانش يبقى الطيارات فيها كو بايلوت. وما ينفعش الاثنين يتخانقوا مين اللي يمسك دركسيون الطياره، لان ده دور البايلوت وهو المسؤول لما بيحصل حاجه بنقول فلان ده اللي وقع الطياره. فهي بايلوت وكو بايلوت. ولو احنا كنا بنتكلم سريعا كده قلنا ان في ناس انانيه، فانا عايز اقول ان كل واحد اناني قدامه الناحيه الثانيه واحد متهاون في حقه. انت عارف المثل اللي بيقول لك كل نصاب 40 مغفل؟ فكرتني بيه. حاجه زي كده. بجيب لك انا المعنى من الشمخ جواني.
انا اشكرك جدا يا دكتور بجد، نورتني زي كل يوم اربع، وان شاء الله الاربع اللي جاي هنكون مع بعض، ولا هتكون في حته مسافر ولا ايه؟ ان شاء الله نكون مع بعض باذن الله. طيب. ويا ريت الناس تفكر معانا، يعني يفكروا معانا، احنا هنفكر وهم يفكروا معانا. لو في حاجه معينه عايزين يسمعوها، عايزين يتكلموا فيها، نناقشها، هيبقى كويس. احنا المره الجايه هنتكلم في فكره يمكن تكون فانتازي شويه، فانتازيا كده، بس خلينا ما تقولهاش بقى. لا مش هقول طبعا بقى. هنستنى ان شاء الله الاسبوع الجاي دكتور محمد حسين.